هو انت فاكر ان انت عملت اللي عليك لما تدي لابنك كورسات انجليش وكورسات برمجه وتاهله وتخليه يلعب رياضه وسباحه وهكذا؟ انت كده عملت اللي عليك؟ انا جايه اقول لك لا، انت كده ما عملتش اللي عليك يا فندم. دي كلها علوم دنيويه، علوم هتساعده في الدنيا، بس الاهم من ده العلوم اللي هتاسس فيه المبادئ والاخلاق والقيم والدين، العلوم اللي هتنفعه في اخرته، العلوم اللي انت هتتسأل عليها. ربنا مش هيجي يقول لك هو انت اديته كورس انجليش ولا لا، ربنا مش هيقول لك برافو عليكي يا مامي انت علمتيه سباحه وهو طلع الاول. كل ده هيبقى اصفار في الاخر، كل ده ملوش وزن. انت كأم او اب هتتسألوا على ايه؟ هل انت خليت في علاقه قويه بينه وبين الدين؟ هل فعلا علمته مين ربنا؟ يعني انا لو جبت طفلك دلوقتي قلت له حبيبي مين ربنا، هيقول لي ربنا في السماء، ربنا اللي خلقني. طب ماشي حبيبي، وايه تاني؟ مفيش؟ خلاص خلصنا. طب ما يعرفوش صفات واسماء الله، ما يعرفوش ربنا بجد، امال هيعبدوه ازاي لما هم ما يعرفوهوش؟ طب ما يعرفش مين النبي محمد، مين قدوتنا وشفيعتنا؟ ما يعرفش حاجه عنه؟ ثانيه واحده، هو عارف اسماء لعيبه الكوره وعارف هم لعبوا في نوادي ايه ومهتم جدا بالتكنولوجي والبرمجه، كل ده تمام زي الفل. طب والنبي محمد بقى يعرف عنه حاجه؟ يعرف زوجاته؟ يعرف السيره بتاعته؟ طب يعرف سنته ومنهجه؟ طب هل بجد انت عرفت ابنك ليه احنا بنصلي؟ هي بالنسبه له مجرد حركات، اطلع اركع اسجد بس كده وخلاص، السلام عليكم ورحمه الله. هل هو فاهم ليه انا لازم ان انا اصلي؟ لو انت ما اسستوش بالقدر الكافي وخايف عليهم بجد، ما تقلقش، احنا هنا اسسنا كورس اسمه سوبر مسلم. سوبر مسلم ده اسسه كويس جدا وفهمه مين هو الله، وازاي لازم يكون لينا علاقه مع الله، وازاي نعبده بجد مش بس بالخوف والرعب، وان دي حاجات لازم اعملها. ازاي احب الله واعرف صفات ربنا واسمائه الحسنى. الكورس ده كمان هيتعلم وهيعرف كويس مين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وازاي يبني علاقه بيه، وازاي ياخده قدوه ليه في الدنيا. كمان هنعلمه اسس العبادات الصحيحه، وازاي يبقى ليه علاقه مع القران، ليه علاقه بالصلاه، ليه علاقه بالاذكار. معظمنا بيعاني من فكره ان هو بيأدي العبادات اجباري من غير روح، روتيني، بيقرأ القرآن وهو مش حاسس بيه، بيصلي وهو مش حاسس بالصلاة، ده لأنه ببساطة هو مش فاهم معانيها. كمان هنهتم بيه جدا بحتة السلوكيات والآداب العامة، ازاي يعامل مامته، ازاي يعامل اللي حواليه، ازاي السلوكيات العامة. ومش بس كده، ده احنا كمان هنبتدي نصحح له المفاهيم اللي ترعت جوه مخه واتعمل له غسيل مخ من خلال السوشيال ميديا، من خلال التيك توكس، من خلال الترندات، من خلال الحاجات اللي بقت عادي جدا في المجتمع وهي غلط جدا، حرام. تقدر دلوقتي تسيب كومنت وتبعت مسج وتسأل عن تفاصيل الكورس كامل.